السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبابي ومتابعيني في كل مكان. إزيكم؟ عاملين إيه؟ عاملين إيه في الساعة الجميلة دي؟ أحسن جو الواحد يعيشه، جو الشتاء الجميل. ساقعة بس ليها علاج غير الحر والتعب والكلام ده. النهاردة بمناسبة الساقعة عندنا أخبار سخنة أوي وجميلة أوي، وبعض التحفظات من العبد لله على هذه الأخبار. اولا، الف 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 مليون مبروك. شوفوا الفرق بقى بيننا وبينكم، الف مليون مبروك لاكبر قلعه في مصر، فريق نادي الزمالك. الف مليون مبروك وصول معونة الشتاء من جمعية رسالة لنادي الزمالك بالتيشيرت الجديد. كانوا بيقولوا ان متأخر عشان الجمارك والبتاع، لا هو الصراحة يا جماعة كانوا مستنيين لما جمعية رسالة تفتح باب التوزيع بمعونة الشتاء. واللبس اللي جاي ده كله جاي من معونة الشتاء الخاصة بجمعية رسالة، اللي هي فيها رقم 1911. ده مش عشان تاريخ نادي الزمالك، تاريخ انشائه، لا، عشان جماهير نادي الزمالك والنقاد. زي فاكرين الراجل اللي هو الصعيدي ده، اللهبه اللي كان بيقول لك مش عارف من 1907 انشاء الزمالك، ما يعرفش الاهلي ده ولا الزمالك، فحطوها للجماهير لانها لا تعي، وللنقاد وللصحفيين عشان يبص بس يشوف الرخصه بتاعت كل لاعب هي 1911. رخصته رقمك على المدفع كام؟ 1911. ودي الهدوم دي جايه اهداء من جمعيه رساله، اللي هي مختصه بمساعدة الأيتام والفقراء وذوي الحاجة. هي اللي أهدتهم هذه التيشيرتات، ونشكر طبعا جمعية رسالة، ونتمنى أن بقية الجمعيات تبتدي تدلو بدلوها برضو، لأن الزمالك محتاج، الزمالك محتاج من كبر القلعة بتاعته، فهو محتاج. فأنا جمعية البر والتقوى ومؤسسة إكرام والحاجات دي بقى تساعد بقى بالأكل وبالبطاطين وبالمية، يعني ربنا يبارك لكم. عمل الخير هيبقى لكم في الدنيا وفي الآخرة، وانتوا بتعملوا خير. اي نعم، في من لا يستحق الخير، ولكن اعمل خير وارميه القلع البحر. ما علينا، ده بالنسبه لتيشيرت الزمالك اللي هو جاي من جمعيه رساله معونة الشتاء. طيب، النهارده حصل حاجه جامده جدا داخل جدران اكبر قلعه في مصر، وطلعوا خبر عكسي تماما. اللي هو ايه؟ قالوا ان رئيس نادي الزمالك حسين لبيب طرد زيزو، احمد سيد زيزو ووالده من النادي، وقال لهم عايزين تمضوا العقد تمضوا بشروطنا، احنا مش عايزين، يلا بره، انا مش عايزكم. طبعا ده عكس تماما ما حدث. ايه هو اللي حدث؟ اللي حدث ان احمد سيد زيزو وابوه بيملوا شروطهم على نادي الزمالك. احنا عايزين، كل الدنيا عارفه، كل الدنيا عارفه، احمد سيد زيزو عايز 100 مليون جنيه عشان يمضي على العقد، وهم رافضين. قالوا له لا، هنكتب لك في العقد قد كده، وبره العقد فيه ترضيه كذا واعلانات بكذا. فهو عارف لعيب نادي الزمالك، وعارف ان هم مش فير، وعارف ان هم من الاخر نصابين كالعاده، زي ما عملوا مع كل اللعيبه السابقه واللي بيعملوه دلوقتي مع اللعيبه الحاليه. فممكن ساعة الجد يقولوا لا، انت اللي موجود في العقد ده هو حقك، مالكش جنيه معانا زيادة. وهو ده اللي هيحصل. يعني ده كمان، ده لو خد اللي مكتوب في العقد، يعني يعني مثلا لو كتبوا له في العقد 40 مليون وقالوا له ال 60 مليون دول هنديهم لك ترضية واعلانات وبتاع، فده لو خد حتى ال 40 مليون. احمد سيد زيزو وابوه اتخانقوا وسابوا لهم النادي، وقالوا لهم احنا معروض علينا من الاهلي، واحنا خدوا بالكم من النقطه دي، هتكلم فيها مهم جدا. فخلاص ادام مش هتعملوا، احنا هنمشي، وهنمشي ببلاش. وده اللي هيحصل عشان تبقوا عارفين. يا احمد سيد زيزو مش هينفع الزمالك بجنيه، بربع جنيه مخروم من بتوع زمان. هيمشي ببلاش وهيتعاقد فري، وحقه هو دلوقتي من حقه يتعاقد فري، عشان تبقوا عارفين. هو فاضل كام يوم؟ ده هو فاضل النهارده كام يعني؟ 27 ولا 28؟ ده فاضل 3 ايام يعني. شكرا، مع السلامه. نيجي بقى للنقطة المهمة. كل خوف الزملكاوية وجماهير الزمالك وسوشيال ميديا الزمالك واعلام الزمالك، وبيرموا من دلوقتي ان احمد سيد زيزو هيلعب، هيمضي للاهلي. انا اما حسن اللي بقول ان انا اهلاوي وبعشق الاهلي، رافض تماما وجود احمد سيد زيزو ضمن صفوف لعيبة النادي الاهلي. والله والله والله.
ما اعتقدش اي محب وعاشق للنادي الاهلي يتمنى وجود احمد سيد زيزو داخل صفوف النادي الاهلي. ليه؟ احمد سيد زيزو من سنتين بالظبط يجي وهينور وهيلمع في النادي الاهلي وهنحس بوجوده من سنتين. ومن سنتين بقى لغايه دلوقتي مين احمد سيد زيزو؟ مفيش. احمد سيد زيزو بالونه هيليوم، منفوخه هيليوم، اللي هي لما تسيبها تفضل تطلع لفوق 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 لغايه لما اشعه الشمس تفرقعها. لكن محتوى كروي مفيش. نتيجة وآثار إيجابية على الفرقة اللي بيلعب معاها مفيش. شفنا أهو بنتفرج عليه في الزمالك. ماذا قدم أحمد سيد زيزو من سنة ونص، الموسم اللي فات والموسم اللي قبله؟ لا شيء، ما قدمش شيء، بس عايز فلوس. ليه؟ لأن انتوا اللي قلهتوه، انتوا اللي عملتوه إله من العجوة، إله الكرة في نادي الزمالك، استحملوا. هو ده حقه، بصراحة حقه. طول ما انتوا شايفين ان احمد سيد زيزو هو اللعيب اللي لم يحدث في تاريخ الكرة المصرية، زي برضو شيكابولا القلة كده، فحقه. فرصة. شايف جماعة هبل بيريلوا عليه وهم اللي مفخمينه وهم اللي مقلهينه، فتعالوا بقى احلبكم. فما تدوش اللعيبه حقوقها، ما تدوش المدربين حقوقها. شركات الراعيه، مش عارف شركه ام شيماء لكي الملابس، وشركه ابو سيد عربيه الكشري، ومش عارف ايه وايه وايه وايه. كل ده عبيط، مش هيجيب فلوس احمد سيد زيزو. ورئيس النادي قبل الاسبق اللي هو ممدوح بيه عباس، طبعا بيدي انا تهكم يعني، مش انا ما ببهبهش حد يعني. اديكوا فلوس تمشوا زي الالف، اقل من اللي بنلبسها في رجلنا، واقول يمين يمين شمال شمال، واي تويتات واي كلام اقوله ده بلسان الزمالك مش بلسانكم ولا بلساني. يعني لما يقول ان الحكم بتاع الاهلي والمصري لا يستحق الا الضرب بالحذاء، حقه بفلوسه، بس بفلوسه على نادي الزمالك. المفروض في اتحاد كوره، المفروض في هاني ابو ريده جديد يظهر العين الحمراء واليد القويه ويعاقب على هذه التصريحات، يعاقب نادي الزمالك، لان هو ممدوح عباس يعني نادي الزمالك. ما هو مش هتقول اصل هو مش مالوش صفه بالزمالك، لا، ممدوح عباس يعني نادي الزمالك. يعاقب الزمالك على اقوال ممدوح عباس. اصل الفلوس ما بتعملش بني ادمين. يعني اذا كنت معاك فلوس وقليل الادب، يبقى اكرم لك تبقى شحات مش لاقي تاكل ومؤدب. عيب عيب عيب، انت راجل كبير، عيب ما ينفعش. انت المفروض راجل كبير تحترم سنك اخي على الاقل. لكن الفلوس مش هتعمل لك حاجه، مش الفلوس اللي هتخليك بني ادم خالص. فانا عن نفسي كعم حسن، انا شايف ان وجود احمد سيد زيزو في الاهلي سيمثل عقبات كتير ومشاكل كتير في الاهلي. ضرره اكتر من نفعه، وتحديدا انه مش هيبقى فيه نفع منه خالص، والله ما يبقى فيه نفع. احمد سيد زيزو بيكايد زي الحريم. مش عايزيني، طب انا هروح للاهلي، لا اوعى والنبي، اوعى ايدك كده، اوعى مش عايز امضي، مش عايز تديني 100 مليون، خلاص انا هروح للاهلي. ما تروح لبيراميدز عرض عليك 2 مليون 200 مليون جنيه، مش مليون، 200 مليون. روح لنادي الطموح ومصيرك زي رمضان بطاطس. لكن احنا كاهلي مش عايزينك. انا كعضو كجمهور اهلاوي مش عايزك، والله ما عايزك. في غنى عنك وعن مشاكلك وعن قرفك وعن برجلة اوضه اللبس في وجودك ومش عايزينك. فما تعلقوش اخطائكم ومشاكلكم على شماعة النادي الاهلي. ابعدوا عن الاهلي مش عايز يعرف ان في حاجة في الدنيا اسمها زمالك، ولا في الوسط الرياضي في حاجة اسمها زمالك. احنا ما بنبصش للزمالك اصلا، ولا يعنينا الزمالك من قريب ولا من بعيد، لا لعيبة ولا جمهور ولا ادارة ولا سوشيال ميديا ولا اعلام ولا اي حاجة. احنا نادي عالمي، احنا النادي الاهلي نادي عالمي، ليه ليفل تاني خالص، بيتعامل مع الصفوه، مع الناس النظيفه، مع الناس الكبار، مش مع المرتزقه والعاله والشحاتين والمتسولين. فريحوا دماغكم يعني. احنا مش، انتوا مش في دماغنا، ولا زيزو ولا غير زيزو.
هقول لك حاجه، ده انت لو اديتنا زيزو وشيكابالا وعليهم طبق بلاستيك ولا اصليه بتاعت اطفال هنقول لك يحنن. خدهم وخد الهدوم المقطعه بتاعتنا. يعني ممكن الاهلي ممكن ياخد زيزو في حاله واحده بس، ان هو ياخد زيزو ويدي نادي الزمالك طقم هدوم وكور عشان شكلهم الوحش ده، ويبقى حاجه كده فخمه مفتخره، بدل المنظر العار اللي هم. ايه ده ايه ده ايه ده حتى جمعيه رساله مش مقتنيه بيكم. ايه ده؟ ايه من 1911 ولا مش عارف ايه ده، وبطاطس وقمح ومش عارف ايه ده. ايه ده يعني ده انتوا فعلا لم يخطئ حسين لبيب عندما اطلق عليكم اكبر قلعه في مصر. مش قلعه، قلعه في مصر فعلا. فضحتونا وكسفتونا وجرستونا على المستوى الافريقي. الكونفدراليه العبيطه دي اللي هم مسابقه البرك بتاعت الكونفدراليه، جرستونا فيها. يعني تخيل بتلعبوا فرق ما انزل الله بها من سلطان وانتوا بالمناظر دي. يا نهار ابيض. لا جمعيه رساله لو سمحتوا اسحبوا الزي ده وادوهم بدلها بيجامات كاستور. يعني اشرف واكرم بقى، وهم كل واحد يشتري في المحلات اللي في العتبه دي وفي شارع حسن الاكبر بتبيع ملابس رياضيه، كل واحد ينزل يشتري له طقم اشرف وانضف يعني. بلاش يعني العيال، انا عارف ان هم معهمش فلوس، العيال ما بيقبضوش وبتاع، بس ممكن كل واحد اللي يبيع فردة غشم من بتاعه مراته، اللي قرشين كان مخبيهم من ورا مراته عايز يتجوز عليها مش عارف ايه، يعني اكيد معاهم فلوس، يعني مش واعيين للدرجات دي يعني. خدوهم وكل واحد يشتري له طقم، وعلى الله ان شاء الله حكايتكم باذن الله. اشوفكم. طبعا الموضوع ده انا عملته متاخر قوي لان ما كانش ينفع استنى عليه. احنا ولا عايزين احمد سيد زيزو كنادي اهلي، واحمد سيد زيزو هو اللي خرج من النادي الزمالك، هو ابوه مش حسين لبيبي اللي مشاه، عشان تبقوا عارفين. هو بس عشان قله الحيله وما بقاش معاهم حاجه يعملوها، والفلوس الفلوس عندهم اتجاه واحد، اللي بتدخل جيوبهم ما تطلعش تاني للنادي. خلاص شكرا. دي بتدفي الجسم وتدفي العيله وتدفي البيت والدنيا جميله. بس فهيقول لك بقى احمد سيد زيزو احنا طردناه واحنا قلنا له لا ما تمليش شروطك علينا واعملوا عنتر جبنه. لا انسوا، هو اللي سابكم هو وابوه عشان انتم شحاتين وفقراء. ما الزمالك ده ما حلتوش غير حاجه واحده بس، لسان اطول من لسان جزمه البياده بتاعت الجيش، كاعلام وسوشيال ميديا واداره وكل حاجه. بس غير كده زمالك. سلام عليكم.